مين فينا ملبسش هدوم مش مريحة بس شكلها حلو هتعجب الناس؟ او مين فينا اكل حاجة مش حلوة او طعمها مش حلو بس مش مهم صحابي كلهم بيحبوها؟ اغلبنا بيخاف من نظرة الناس ليه وازاي شايفينه سواء كشخصية او كمظهر. بس يا ترى حد سأل نفسه هو انا شايف نفسي ازاي؟ وعشان كده قررت استغل موضوع الفيديو واحكي لكم باختصار كده حاجة عني. زمان، مش زمان قوي يعني، كان ارضاء الناس حاجة مهمة قوي بالنسبة لي. كنت بهتم قوي واركز قوي في نظرة الناس ليا، ما بحبش اروح المكان مرتين بنفس الطقم اللي انا كنت لابساه. كان بالنسبة لي مش مهم اكون مرتاحة، المهم اني اكون حلوة او مظهري حلو. انا فاكرة اني اول فيديو نزلته ليه على اليوتيوب متخبطة بين شعورين، شعور الفرحة والخوف. فرحانة ان انا اخيرا هعمل حاجة بحبها وبحلم بيها من سنين، وخايفة من الناس او المجتمع او البيئة اللي انا عايشة فيها هتقول عليا ايه. سمعت تعليقات سلبية كتيرة جدا جدا. في البداية كنت بتخنق وازعل وممكن اكتئب واخد فترة ما نزلش حاجة، بس انا دلوقتي اتغيرت، مش عشان ارضي حد بس عشان ارضي نفسي واكون مرتاحة. ما بقاش يفرق معايا شكلي، الحبوب اللي في وشي، جسمي المليان، مش مهم لبست البلوزة دي كم مرة قبل كده، المهم اني مرتاحة. مش فارق معايا رأي غيري طالما رأي سلبي ومش هيفيدني بأي حاجة. مش هيفرق معايا رأي سلبي طالما اللي انا بعمله مش عيب ومش حرام. بقيت باكل اللي يعجبني وبلبس برضو اللي يعجبني ومش مهم يعجب الناس. بدعم نفسي قبل ما استنى الدعم من حد. ده انا حتى اول حد بيعمل لايك لنفسه على الفيديو اول ما بينزل. اقول لك على حاجة، انا اصلا بحب نفسي ايا كانت، بحب شكلي، بحب طولي، بحب شخصيتي، باختصار كده بحبني قوي. انا قررت اتغير من فكرة كانت مسيطرة عليا الى حد ما. بس انت يا ترى قررت تتغير؟ طب ولو هتتغير لأنهي اتجاه؟ للأحسن ولا الأسوأ؟ هتسيب نظرة الناس تتحكم فيك، تصرفاتك، في الحاجات اللي انت عايز تعملها؟ اي حد عايز يتغير بيقدر يتغير. ممكن يكون التغير صعب حبتين 3 مثلا، ولكن خليك فاكر ان انت عشان تتغير لازم تاخد بالك من البيئة اللي انت عايش فيها. بتفرق، والله بتفرق في اي تغير كنت هتعمله في حياتك، سواء كان تغير صغير ولا كبير. فلو حبيت تتغير غربل الناس اللي حواليك، اختار ناس ما تقللش منك او من التغير اللي انت نفسك تتغيره. والاسوأ من ده كله ان انت مع كل خطوة عايز تتقدمها او تتغير فيها تلاقي الناس دي ترجعك للصفر بحجة انت هتتغير علينا، ده احنا عارفين كل بلاويك. باختصار كده انا اتغيرت وانت كمان ممكن تتغير، بس انت محتاج تغربل حياتك من الناس السيئة، محتاج تغربل حياتك من الناس الوحشة في حياتك اللي هتأثر عليك سلبي. انا اتغيرت ومنكرش ان وجود ماما وآية صاحبتي ومي فرق معايا جامد. وبس كده، يا رب الفيديو يكون أثر فيك النهاردة.